حلوى الليمون السحرية، آخر رواية كنت قرأها قبل رمضان. هي رواية حلوة وأجواءها صيفية وفيها حاجات كتير ممتعة. بتحكي عن لولي، بنت في 30 من عمرها، عندها طموحات وأحلام وأهداف، لقت نفسها بتتخلى عنها غصب عنها علشان تاخد بالها من العيلة بعد ما والدتها توفت في حادث، ولقت نفسها مسؤولة عن المطعم اللي لازم تحافظ عليه، اللي هو أصلا وضعه المادي صعب، وتاخد بالها من أختها ومن والدها وتراعيهم. فاضطرت تتخلى عن أحلامها. وفي عيد ميلادها 30، النقطة الفاصلة في حياة أي حد، افتكرت أهدافها وافتكرت طموحاتها وأحلامها، وكانت نفسها تشوف لو كانت حققت أحلامها ده كان إيه اللي هيحصل. وخالتها في الوقت ده ادتها حلوى صغيرة اسمها حلوى الليمون. الحلوى دي بتساعدها تروح زي عالم موازي كده، تشوف فيه الحياة اللي هي حابة تعيشها. بس أكتر حاجة وقفت عندها المواجهة بينها وبين أختها، لما أختها كبرت وقررت تاخد مسار غير اللي هي كانت محدده لها. فالمواجهة اللي كانت طبيعي هتحصل ان انا ضحيت باحلامي وضحيت بطموحاتي، فالمفروض ان انتي ده وقت الرد. كان رد اختها عنها انه انا متشكرة جدا ان انتي ضحيتي، لكن انا مش هنصهر جواكي وهنسى نفسي وهنسى طموحاتي. انا ما طلبتش من حد يضحي علشاني. دي حاجة يعني معروفة جدا، ويعني ما فيهاش كلام. حاجة كمان من الرواية، فيها قصة حب لطيفة جدا، بس مشكلتها ان هي يعني كأنك بتتفرج على فيلم كده، وفي شوية مشاهد انت مش حابب ان حد من اطفالك مثلا او حد عمره صغير يتفرج عليه. دي نقطة. تاني نقطة، تالت حاجة، فيها درس مهم جدا، انه اي حاجة انت فقدتها في حياتك الواقعية عمرك ما هتعرف تلاقيها في حياة تانية. فاللي انت فقدته في حياتك الواقعية هتفقده في اي حياة تانية، لان هو ده نصيبك وهو ده المكتوب لك. بس هتقدر تبدأ من مكانك، مش لازم ان انت تروح حياة تانية علشان تعمل الحاجة اللي انت بتحبها. ممكن تبدأ من مكانك دلوقتي. وده اللي حصل، ان هي لما اختارت راحت كذا حياة ولقت الحياة اللي هي كانت حباها واختارتها وحبت تروحها تاني، اخر حبة ليمون اختفت منها، لان مفيش حل سحري، مفيش حل. دايما كل اللي احنا عايزينه بيتم بحذافيره يعني. فاي طريق احنا بنمشي فيه هو بيكون مقدر لينا، ومهما عملنا احنا هنمشي فيه لان هو ده المقدر لينا. واي حاجة احنا حابين نعملها نقدر نعملها من مكاننا ده، مش لازم عصاية سحرية. فكرة كمان مهمة جدا، انه ممكن الحاجة اللي احنا متمسكين بيها هي اللي تكون سبب تعبنا وسبب شقائنا، وانه النجاة في ان احنا نسيب الحاجة دي تروح ونبدأ من جديد. الرواية دي حلوة قوي، ان شاء الله هتعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، ومع السلامة.